أرحب بكم أعزائي المشاهدين مشاهدي سكاي نيوز عربية في برنامج بصراحة. نحن اليوم في القاهرة. أرحب بكم وأرحب بضيفنا المشير عبد الفتاح السيسي. أهلا وسهلا فيك سعادة المشير. أهلا وسهلا. اسمحي لي في البداية أقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأتوجه للسادة المشاهدين بكل التحية والتقدير والاحترام. أهلا وسهلا بكم. تسلم، شكرا لك، شكرا للاستضافة ولوقتك. طبعا المشير السيسي المرشح للرئاسة المصرية، الاسم الأكثر شهرة في الشارع المصري لدوره القوي كقائد للمؤسسة العسكرية المصرية، المؤسسة التي حازت ولا تزال على ثقة شعب مصر مهما اختلفت مشاربه. ففي 25 من يناير كان الجيش سندا للناس، وفي 30 من يونيو استجاب لمطالب الملايين من المصريين في التغيير. عبد الفتاح السيسي ضيفنا اليوم يتقدم للموقع المصري الأول للرئاسة، ويعد بالتنمية الشاملة ضمن رؤية بناها على ثروات مصر الهائلة، يعتمد فيها على أرضية التماسك الاجتماعي المنيع الذي عرفته مصر طوال تاريخها. برنامج يقول المشير إنه استنبطه من طموح كل مصري ومصرية، يتطلب جهود كل قطاعات المجتمع من الفلاح إلى الطالب، العالم والجندي، جهودا تليق بحب مصر لبلادهم. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى معنا سيادة المشير. أنت اليوم أمام طبعا تحدي كبير، تحدي الحفاظ على الدولة المصرية بعد تغيرات كثيرة سريعة طالت نظامها، وتحدي لتحقيق الحلم الطويل القديم الجديد للمصريين بالتنمية، يعيشوا حياة كريمة فيها انتعاش اقتصادي. هل يعتمد المشير فقط كمدخل الآن لبرنامجك، هل تعتمد على شعبية السيسي المنتشرة في مصر أم على الإنجاز والتحقيق؟ مهم قوي إن احنا لما نتكلم في كمدخل زي ما حضرتك ذكرت كده نقول إيه؟ المصريين صبروا كثيرا وبيتطلعوا إلى إنجاز حقيقي. وحضرتك قلتي اللي أنا ممكن أعمله. لا، اللي أنا بقوله اللي احنا ممكن نعمله احنا. وده مهم قوي إن احنا نعرف إن حجم التحدي اللي داخل مصر كبير جدا جدا، ولن يتم إنجاز حقيقي إلا بكل المصريين إنهم يتحركوا ويجتهدوا عشان يجدوا نتيجة هم بيتمنوها، هم عايزينها. ببساطة خالص احنا بنتكلم على أمن وأمان، بنتكلم على استقرار، بنتكلم على تنمية حقيقية. طيب، المواطن المصري خلال السنين الثلاثة أو الأربعة اللي احنا بنتكلم فيهم دلوقتي شاعر إن حجم الأمان تراجع كتير، وده صحيح. احنا بنتكلم على إرهاب، دي حالة أو ده شق المصريين مش مطمنين على بلادهم فيه، والشق الثاني هو الأمن بالمفهوم الأمن الجنائي، حركة الناس في الشوارع على أولادهم على بناتهم، وده برضو الحقيقة تراجع ليه؟ وده مهم أوي إن احنا نعرفه لحاجتين. حالة الثورة اللي احنا عايشينها في مصر عاملة إرباك للمشهد كله، عاملة أو بتؤدي إلى تراجع في قدرة مؤسسات الدولة على أنها تؤدي أداء جيد بغض النظر عن احنا شايفينها عاملة ازاي. لما بنتكلم على الجهاز الإداري للدولة وبنتكلم عليه بنقول احنا مش مستريحين لأدائه، وده صحيح برضه. طيب، فالشق الأولاني حالة الثورة، الشق الثاني جهاز الشرطة اللي هو المعني بتحقيق الأمن داخل الدولة المصرية. لازم نعترف إن هو واجه أزمة كبيرة جدا في بداية ثورة 25 يناير، ومش هندخل غير نقول إن هو واجه أزمة
وكان محتاج انه يتحرك بسرعه عشان يستعيد مكانته ويستعيد قدرته. لو اتكلمنا عن الامن، حاله الامن في مصر عامله ازاي؟ اقول لحضرتك ان مصر كانت مصنفه من الدول واخده ترتيب متقدم جدا يصل الى الترتيب الثاني في ان ما فيهاش جريمه منظمه. احنا في خلال ال4 سنين دول تقريبا وصلنا للدوله ال 132. أوف. اه من يعني ثاني أأمن دولة من نعم. ناحية قلة الجريمة المنظمة نعم. إلى 132. ده امر يعني مقلق جدا. سبب؟ يعني ما احنا قلنا ان في حاله ثوره وفي يعني في حاله في مصر الحقيقه الامن الجنائي، يعني 68% من الجرائم الجنائيه ما بيتمش القبض على مرتكبيها، وتقريبا حوالي 37 او 40% من الجنح، جرائم الجنح لم يتم القبض على مرتكبيها. ده دلاله على ان في حاله الحاله الامنيه مش بالشكل المصريين واللي احنا كلنا محتاجين ونطمن الناس عليه خلال المرحله القادمه. يعني ده شق هنجتهد ونشتغل فيه. احنا قلنا حاله الثوره، ومن ضمن حاله الثوره هنا في شقين، في حاله التظاهر وحاله التعبير عن الراي، ومحدش يرفضها ومحدش يقف قدامها. احنا مش ضدها ومش رافضينها، لكن احنا عايزين بس ننظمها. ليه؟ عشان احقق مطالب الناس، كل الناس، في ان الشق الامني يعود مره تانية. لازم ننظم حياتنا كلها، حتى في تعبيرنا عن راينا. وبقول ان القانون ده اللي فيه جدال عليه كتير ونقاش، ده قانون بينظم مش بيمنع. وبنقول اذا كانت الناس بتتكلم على ان انا عايز ادي فرصه للشرطه انها تقوم بدورها في مكافحه الارهاب وضبط الموقف الامني داخل الدوله، انا عايز اتصور جهاز زي جهاز الشرطه بكل قوته مشغول ليل ونهار بحركه دائبه بشكل او باخر لمكافحه ارهاب. نعم. يعني متابعه وتتبع الناس اللي ممكن تكون بتخطط وبتنفذ ده، وبين كمان العناصر اللي ممكن تكون خارجه عن القانون. انا دايما اقول النسبه ديت عشان توضح. بقول احنا في دوله قوامها تقريبا 90 مليون. 90 مليون دول لو في واحد في الألف منهم خارج السياق، خارج القانون، هيبقى 90,000. هيعملوا ايه في الشارع؟ واحنا نقدر نحطهم كلهم في السجون ولا لا؟ طب ولو حطيناهم في السجون، عندنا سجون ليهم كلهم ولا لا؟ طب لو عندنا سجون ليهم هنقدر ننفق عليهم ولا لا؟ فعايزين ندي فرصه للشرطه انها تشتغل الاول بامكانياتها الحاليه في ظروف ومناخ انسب من خلال تنظيم حياتنا كلها بما فيها التظاهر اللي بنتكلم عليه. يبقى هو معلش لو بين معترضتين، يعني خلي المشاهد اليوم انقل كل قلقه وكل أسئلته كما نقلت محبته في البداية لك. التركيز على الأمن سيادة المشير يثير القلق من الحفاظ على الحريات. كم تستطيع اليوم كمرشح للرئاسة أن توازن ما بين الأمن الذي هو مطلب كما حضرتك شرحته للتو والحفاظ على الحريات لمصر ما بعد ثورتين على الأقل؟ طيب، الأمر الأول بيبقى مرتبط بالثوابت والقناعات للمعني بالأمر. هل هو بيحترم الحريات؟ هل هو محب لها؟ هل هو عايز يطورها ولا هو ضدها؟ أنا أتصور إن ده أمر لازم يكون مدركينه كلنا. لا طبعا، في احترام حقيقي لحريات الناس وإرادة الناس، وفي حب حقيقي لده، وعايزين نطورها والناس تشعر بأمان وسلام، وإنها بتعيش وبتمارس حرياتها بكل حرية. بس أرجو إن يكون وإحنا بنتحرك في ده، الحرية دي ما توصلناش لحالة من الفوضى قد تؤذي الدولة. ده اللي أنا خايف منه. حد
نقاط أنا كنت اتكلمت فيها مع السياسيين كثيرا والقوى السياسية والنخب أثناء ال3 سنين اللي فاتوا دول. وأنا أثناء تولي وظيفة مدير مخابرات كنت بلتقي بكل التيارات وكل القوى، وكنت بقول إيه؟ دايما عايزين إن إحنا نفكر في الأفق السياسي وما يبقاش هو الحاكم فقط، لكن عايزين نفكر في الأفق الاجتماعي ومشاكل الناس، الأفق الاقتصادي وتلبية مطالب الناس، الأفق الأمني. لما نحط دول مع بعض هتبقى الصورة مختلفة على إن أنا أركز فقط وأتكلم فقط ونظر فقط على الأفق السياسي. بدليلنا على كده إيه؟ ممكن نقابل المواطن العادي في الشارع ونتكلم معاه، هنجد إن اهتماماته هو بيهتم بالحرية، مفيش كلام، وبيهتم بالسياسة، مفيش كلام، بس كمان هو ليه اهتمامات أخرى. يبقى احنا كمان محتاجين نبقى لنا اهتمامات متكاملة، مش بس الاهتمام بتاع أو المرتبط بالحرية والسياسة فقط، لا، نحط جنب منه الإشكالية الأمنية، الإشكالية الاجتماعية، الإشكالية الاقتصادية، حتى الإشكالية الإعلامية، الإشكالية الدينية كمان. نحط دول مع بعض يبقى في توليفة ليها شكل تاني. احنا محتاجين نفكر كده ونفهم بالطريقة ديت. ده معناه ان احنا عايزين ندعم ونعضد الشرطة ونعزز ونقوي القانون. وعشان كده كل الدعم للشرطة ورجالتها بالجهد اللي بيعملوه ليل ونهار على مدى سنين طويلة دلوقتي بنتكلم عشان يستعيدوا حالة الأمن اللي الناس بتشتكي منها. وده جهد هيتكمل وهيتدعم خلال المرحلة القادمة. المفروض ان كل طلباتهم، كل احتياجاتهم الإدارية والفنية وحتى لرفع مستوى التدريب والمهارة نوفرها لهم خلال الفترة القادمة. القانون بان احنا لا نعلق على احكام القضاء، ونعزز ونعضد ونحترم بكل قوة قضاءنا المستقل. دي آليات اللي هتعمل ضبط الأمن. كمان بقى لو الإعلام تحرك معانا بأن هو يدعم ويطور وعينا تجاه تحدياتنا وتجاه الواقع الحقيقي، ده كمان هيضيف وهيعزز قدرتنا على ان احنا نحقق شكل من اشكال الامن والامان والاستقرار. نعم. تتبقى التنميه. لا، قبل ما ندخل بالتنميه لو سمحت، موضوع القضاء جدا مهم. اليوم المحاكمات التي شهدها القضاء إن كان ضد يعني بحق منتسبي الإخوان المسلمين أو بعض شباب الذين شاركوا بثورة 25 يناير أو ب 30 يونيو، أثارت أيضا قلق أنه ما هو نمط الحكم القادم على مصر؟ هل هو حكم الأمن أولا والحرية يعني تبقى وعدا؟ ده أمر بصراحة يعني السؤال بالطريقة ديت ده يقدح في عدالة القضاء عندنا واستقلاله. لأن القضاء مش مرتبط بفكر الدولة في الأمن أو الحريات. القضاء بيتعامل مع القضايا من منظوره هو، وأنا مش من حقي إن أنا أعلق على أحكام القضاء. وعايز أقول وإحنا كلنا محتاجين ما نعلقش على أحكام القضاء. إذا كنا عايزين نبقى في دولة قانون ونرجع هيبة الدولة المصرية كما كانت. التنمية، مشروع المشير سيسي الكبير، الحلم القابل للتحقيق كما أنت حضرتك تصفه، هو حلم، وحتى يحقق يبقى يعني نحن نتكلم عن تنمية جدية شفافة موضوعية حقيقية. وهذا يدعيني لسؤال حضرتك: كيف سينجح السيسي فيما فشل الآخرون الكثيرون بتحقيق التنمية لمصر عبر عقود طويلة؟ الجديد في الموضوع حاجتين: إن أنا بحشد وبصف قدرة المصريين، وهي قدرة عظيمة جدا، على مجابهة هذه المشكلة والعمل على إنهائها والتغلب عليها. الحاجة رقم 2:
المجابهه القويه بان احنا محتاجين يبقى عندنا وعي حقيقي بحجم المشكله. وعي يعني انا بقول في النقطه دي اصطفاف المصريين في فهم حجم وعمق المشكله اللي موجوده في مصر، ثم اصطفاف المصريين في مواجهه المشكله دي للتغلب عليها. في 3 محاور احنا بنتحرك عليهم، او احنا متصورين ان ممكن قوي يحققوا هذا الحلم اللي بنقول انه قابل للتحقيق. لما قلنا ان هو حشد قوة المصريين، الحشد ده مش امر مش بسيط، وتعبئة المصريين امر مش بسيط، واحنا كان لينا تجربة قبل كده في ازمات سابقة، والمصريين قدروا بوقفتهم ان هم يتغلبوا عليها. الاول يعرفوا حجم المشكلة، وده بنشتغل عليه دلوقتي، والتقينا بالمفكرين والمثقفين ورجال الإعلام ورجال الصحافة ورجال الاستثمار وشباب الاستثمار، كل من بنتكلم مع بعض ونسمع من بعض، وبعدين أطرح عليهم حجم التحدي اللي موجود، وأقول لهم أدي مشكلتنا وأدي حجمها. طبيعي إن كل واحد يهتم بشأنه الخاص، يعني رجل الأعمال هيهتم بتجارته أو بمشروعه أو بشركته، ده مقدر. اللي بيحصل دلوقتي إن إحنا بنحط مصر كلها، خريطة مصر وأزمتها قدام كل الناس، كلامنا مع الرأي العام ما بيبقاش فيه كلام غير على الواقع ده، حتى اللقاءات الجماهيرية. وقد يختلف الكثير معي في إن أنا المفروض ما أعملش كده، بمعنى انه لازم تخوف الناس لا يعني. لا يعني يعني ادي وعود جميله وكده، وده امر يعني صحيح، لكن كمان مهم قوي ان هم كمان يعرفوا ان في مشكله كبيره جدا، احنا قادرين على ان احنا نتغلب عليها. حاجه طاقات المصريين حاجات كتير قوي، بدءا من كلمة اللمبة اللي بتكلم عليها، ولتر البنزين اللي بتكلم عليه، والمية اللي ممكن نرشدها، حاجات كتير. سيادة المشير، هل فعلا يعني اليوم يسأل حاله المصري أعجب بالفكرة؟ طب ده أمر ولكن بس هقول لك حاجة، تصوري يعني إن لسه ما عملناش، بس إنه بيقول معقول إذا أنا بالفعل يعني استبدلت لمبة عندي في البيت سوف أنقذ اقتصاد مصر؟ إحنا ما قلناش كده، إحنا كنا بنتكلم في أزمة الطاقة، وبنقول ان هي على الصيف اللي احنا داخلين فيه ده هيبقى فيه ازمه، على اساس احنا بنستخدم حجم اكتر عشان درجه الحراره يعني، وده صحيح. فبنقول رغم ان مفيش فرصه لاضافه محطات طاقه جديده، لكن ممكن بالعلم مش بالكلام المساله تتحل، بان اللمبه اللي حضرتك متصوراها انها بسيطه ديت هي لمبه لوحدها بسيطه، زي ما هو الفرد لوحده بسيط، لكن حطي الحجم بالملايين هتجدي الامر مختلف، زي ما هتحطي الناس بالملايين هيبقى النتيجه مختلفه. نعم. انا بس يعني استكمالا للنقطه اللي حضرتك بتقوليها ديت، تصوري ان من غير ما يعني لسه ما اشتغلناش مع الناس في ده، في ناس كتير جدا حسها الوطني والمسؤوليه عندها اتحركت وابتدت تروح، والشركات اللي بتبيع اللمبة دي بتقول في اقبال غير مسبوق صحيح على ان الناس تجيب ده. في حاجات كتير من دي ممكن تتعمل تؤدي في النهايه ان اللي ممكن خطه ترشيد انفاقنا ككل في الوزارات في الدوله، في كلام كتير في ده، كلام كتير قوي ممكن نعمل منه الحد الاقصى اللي ممكن نوصل له في ان احنا نرشد من الانفاق ده، هنعمله. أنا بتكلم على الدولة، وبعد كده كمان كل إنسان حسب يعني استعداده وحسب حجم المسؤولية وحب البلد هيتحرك، قدرته ووعيه. نعم. في كلام كتير في حشد الطاقة يعني. نعم. حتى المستثمرين اللي احنا بنتكلم عليهم، أنا لما أتكلم مع المستثمر وأقول له وأنت بتشتغل في المرحلة اللي احنا فيها ديت، ما تدورش قوي على إن الربح بتاعك يصل لنسبة معينة، لكن حاول تخلي ربحك
يكون انك انت تشغل اكبر عدد من الشباب. شبابنا كتير موجود وعايز يشتغل وعايز يعيش. والبطالة مشكلة كبيرة جدا في مصر، الكل يسأل عنها. واحنا سايبينهم. نعم. وده امر لازم ننهيه. ولكن سيادة المشير، هل يعني نتحدث اليوم عندما تقول أشحذ المجتمع أو تحديدا الاستثمارات أو المال الوطني كما يسمى الاستثمار الوطني، هل نتحدث عن قوانين معينة أم نتحدث عن يعني بالأمانية وبالأخلاق كما تقولون؟ إذا كان الأمر يتطلب قوانين تنظم ده هنعملها، لكن أنا أتصور إن إحنا عندنا من القوانين ما يكفي، لكن العبرة باستعدادنا لتنفيذ القانون. إحنا كمصريين يعني محتاجين إن إحنا نبقى نحترم القانون وننفذه. كل القوانين، مش بس قوانين مرتبطة زي قوانين مكافحة الفساد، ما كتير، لكن هل دي كفاية؟ ولا في آليات أخرى عايزة تشتغل عشان تمنع ده وتقضي عليه؟ بس الفساد في جزء منه مرتبط بالعوز اللي عندنا. لو خلصنا ده هنقدر ننهي ده تماما بالنسب اللي هي الموجودة العالمية، لأن محدش بيعمل تغلب على الفساد بشكل مطلق. بس هذه نقطة مهمة، يعني أنت تقول اليوم الفساد الذائع الصيت إذا صح التعبير بمصر هو نتيجة العوز وليس العكس. يعني اليوم العجز في الاقتصاد المصري ليس بسبب الفساد. هل هذا ما تقول؟ يعني الفساد لا يشكل هذه المشكلة الكبيرة؟ أنا ما قلتش إن هو مش مشكلة كبيرة، لكن هو مش السبب الحقيقي لحالة العوز اللي احنا فيها. هو جزء من المشكلة، لكن هو مش أساس المشكلة. المشكلة دي كبرت وتراكمت على سنين طويلة قوي، لا سنة ولا 5 ولا 10. وهي حجم، أنا هقول لك، تصوري قبل 25 يناير كان حجم الفقر أو نسبة الفقر كانت 21%. في 3 سنين أو 4 سنين دلوقتي ده وصلنا ل 26%. فإحنا بنتكلم في تقريبا في 25 مليون. يعني ده أمر تحت خط الفقر جدا جدا جدا. مشكلة مصر الاقتصادية الأساسية اليوم ما هي برأي المشير السيسي؟ احنا عندنا حجم دين ضخم جدا داخلي وخارجي. ده بيسبب عبء كبير قوي على الموازنة المصرية، لأنه خدمته لوحده يعني أقساط فوائده 200 مليار جنيه. هو كده ما حدش قرب لسه من الدين نفسه. يعني لو احنا عايزين نصفي الدين زائد فوائده هيبقى رقم اكتر من كده بكتير. يعني تتكلم عن خدمة الدين. نعم، فقط خدمة الدين 200 مليار. لو عايزين كمان نكسر في هذا الدين ونخلصه عشان لا نترك للأجيال القادمة ديون كمان، يبقى لا، محتاجين جهد وعمل ضخم جدا. دي واحدة. النقطة الثانية، وبغض النظر على ان الدعم بيروح لمستحقيه ولا لا، لكن في دعم يصل الى 200 مليار كمان. 200 مليار كمان. الغني هو اللي بيستفيد منه اكتر. هيدا خلل بالقوانين ولا لا خلل بمحسوبيات يعني والفساد؟ لا ده حاجة يعني ده واقع. يعني ده واقع. العلة أين يعني؟ عايز يترشد ويتظبط الموقف، وعايز يتوجد آلية وفكرة تحقق ده دون أن يدار بها الفقير. وهقول مثال صغير يؤكد كلامي. الوقود، الغني اللي عنده عربية واحدة أكتر من 2000 سي سي ممكن يكون بياخد دعم قد يصل طبعا طبقا لحركته يعني لأكتر من 3000 جنيه في الشهر من الدولة، وهو مش عايز حاجة خالص. احنا عايزين ناخد منه عشان ندي اللي مش معهوش. هل تفكر برفع الدعم عن الوقود؟ ما هو أنا بحكي بس على إنه عشان نشكل فهم حقيقي ووعي حقيقي ليه الدعم لازم يترشد ويتظبط، لأن في حجم منه كبير بيروح لناس مش عايزاه مش محتاجاه.
واتصور هم مش هيبقى عندهم اشكاليه في ده بالمناسبه. ده للوقود بتاع العربيه لو عنده سياره واحده، طب لو عنده 3 4 عربيات. طيب كمان الطاقه يعني ايه؟ يعني في البيت او في الفيلا ممكن يوصل له ل 4000 جنيه او اكتر من كده عشان استهلاكه في الكهرباء، وبيسخن حمام السباحه ولا حاجه. يعني كلام كتير ممكن نتكلم فيه. رفاهية مكلفة. ابدا، هو من حقه انه يترفه. عشان بس لا أقول مكلفة، لا. لكن هو يترفه زي ما هو عايز وينفق زي ما هو عايز، بس احنا الجزء اللي ممكن الدوله بتدفعه ما تدفعوش. وده امر منصف الحقيقه يعني. وما افتكرش برضو ان هم هيبقى عندهم رفض لكده، خاصه لو عرفوا ان البلد دي مش هتقوم بالطريقه دي ابدا. لازم الكلام ده يتظبط ويتعدل، ويبقى بس الفقير فقط هو اللي ياخد. يعني اليوم السيسي يقول أنا لا آتي لأصطدم مع أي طبقة من طبقات المجتمع. الغني من حقه أن يكون غني ضمن القوانين طبعا، ولكن أنا آتي لنصرة الضعيف الفقير. صحيح، وتصويب حياته. والفقير يعني صابر بقاله سنين. بالضبط. صحيح. وبعدين هيصبر لغايه امتى؟ واحنا مش هنتحرك ونساعده في حياته، في اكله، في مسكنه. في كلام كتير في الموضوع ده. كم سيصبر؟ انت سألت سؤال، كم سيصبر المصريين؟ صبروا جدا. ده سؤال مهم. والصبر لو سمحت كان له علاقة ربما أحيان كثيرة بخيبة أمل، يعني وعود لم تجد طريقها للتنفيذ، وهذا أفقد الثقة بسلطاته، بأنظمته، بحاكميه في فترات كثيرة. صحيح. الشعب المصري لو وجد صدق حقيقي وأداء حقيقي وإخلاص حقيقي ثم نتائج على الأرض، ممكن يصبر كتير قوي أكتر مما تتصورون جميعا. العبرة مش بأن هو دلوقتي بيقول إمتى، وده صحيح، لكن لأن هو زي ما حضرتك قلت كده مش مصدق، مش هصدق حد تاني، مش قادر يصدق. لازم يرى ما يجعله يصدق، يرى على الارض على الواقع صحيح. ما يجعله يصدق. لو هو لقى ده، يبقى الكلام اللي بيتقال بيتنفذ، يبقى يصبر ويستحمل. متى سيرى؟ احنا بنقول ان لو مشيت الامور طبقا لتخطيطنا اللي حاطينه ده، بنقول هيرى تحسن خلال عامين، خلال سنتين. لكن عشان نتجاوز كل المشاكل اللي عندنا، زي مشاكل العشوائيات مثلا، زي مشكله اطفال الشوارع مثلا، دي مشاكل عايزه حلول بعيده، متوسطه وبعيده المدى، تاخد سنين طويله عقبال ما تتصفى، لانها عايزه برنامج ضخم جدا ياخد فترته عشان ما يحقق حاجه، عشان نقدر نقول ان في قدام حالة العوز اللي بنتكلم عليها حالة تانية، حالة الكفاية وحالة انتعاش. مش هقول الغنى، لكن هقول الانتعاش. احنا بنتكلم ان شاء الله في خلال سنتين. في سنتين ان شاء الله. السيسي يعد المصريين خلال سنتين ان يشعروا بانه جيبهم مليان. المصريين والسيسي يعدون انفسهم انهم في خلال عامين ستنتهي مشكلتهم. أعود للسؤال الذي بدأت فيه، لماذا السيسي سينجح حيث فشل الآخرون؟ سؤال جميل جدا. صحيح. ممكن أكون شايف المشكلة كويس، وده أمر مهم، وعايز أفكر كتير من السياسيين والنخب اللي قعدت معايا، حتى اللي كانوا بيتولوا السلطة لغاية 30/6، سمعوا ان في حجم من المشاكل، هذا الحجم هيبقى مشكله لاي قادم. قال لهم كده في توصيف الحاله المصريه، لكن والمواجهه بتاعتها زي اللي انا قلته دلوقتي برضه، اصطفاف يعني كلنا واقفين كده وشايفين
المشكله بحجمها الحقيقي، بدون تهوين وبدون تهويل. ثم كمان شايفين الحلول بتاعتها كلنا كده جنب بعض وبنتحرك نعملها، هتتحل المشكله، لان هي مشكله كبيره بجد، مشكله ضخمه. اسمح لي أذهب لفاصل قصير سيادة المشير، نعود للحوار. فاصل قصير مشاهدينا بصراحة مع المشير السيسي. أهلا بكم من جديد بصراحة مع المشير عبد الفتاح السيسي المرشح للرئاسة المصرية. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى سيادة المشير. إقصاء الإخوان هل هو الحل الوحيد أمامك؟ أنت صرحت وقلت إذا نجحت في الانتخابات فلن يكون هناك وجود لهذه الحركة المؤسسة أو هذه الجماعة. الموضوع ده محتاج مننا ان احنا نفهمه بشكل عميق ونقول حالنا كمصر. ليه احنا المجتمع ما نسيجه مش مترابط بالشكل المطلوب؟ ليه المجتمع المصري مش مرتاح؟ وندرس ده كويس ونشوف ونقول ليه احنا مش مع بعض كده كلنا. في حد متصور ان هو بقناعاته، وبالمناسبة انا اقدر قناعات الناس بشرط انها لا تفرضها على الاخرين. يعني عيش قناعاتك، مفيش كلام، محدش بيقدر، وده من الحريات بالمناسبة طبعا. ولكن صعب قوي انك انت قناعاتك دي عايز تفرضها على الاخرين. دي واحدة. النقطة التانية، مش معقول يبقى في قيادة للدولة ويبقى في قيادة موازية تحت أي اعتبار. الدولة دي مش هتستقر كده. القيادة بتاعت الدولة أو قيادة الدولة معنية بأن هي تقود الدولة باختيار شعبي لها طبقا للدستور والقانون. طبقا للدستور والقانون، وده عقد بين الحاكم وبين المحكومين، بين الرئيس وبين شعبه. ما ينفعش يكون في حد ليه تصور تاني ان بدستور اخر او بقانون اخر هيفكروا ويعيشوا. يعني الاخوان كانوا عاملين دولة موازية او نظام موازي للنظام؟ مش هقول دولة موازية، ولكن في حاجة موازية جوه الدولة مخلية ان النسيج ده مش قادر ينسجم. في احجام عن المحيط، ما هو مش مع محيطه، حتى محيطه المصري هو منعزل عنه بشكل او باخر. هو متصور ان هو لديه خطاب، هذا الخطاب هو الاصح عن غير كل الخطابات اللي موجوده، وان ليه رؤيه دينيه غير الاخرين. ده كلام مش هينفع، وده الخطاب اللي انا بقول لكل الناس. نعم. كل المسلمين بقى في كل الدول، تعالوا نتوقف ونشوف احنا فين، احنا مين، احنا شكلنا بقى عامل ازاي. وانا قلت في لقاء سابق، نحن ضيعنا إنسانية الإسلام، نحن، وده أمر لازم ننتبه له. ليه ضيعنا إنسانية الإسلام؟ إنسانية الإسلام فين هي؟ بصوا كده، شوفوا في كل الدول، ومن غير ما أذكرها لأن أنا ما بحبش أتكلم على دولة بعينها في الإعلام. نعم. لكن الأمر واضح، مش محتاج إن احنا نشاور عليه. شوفوا الدول، كل الدول دي إيه اللي جواها ده؟ نحن نقدم ديننا على أنه هو القتل والتخريب والتدمير. مش هو ده اللي في حاجة تانية؟ اقعدوا وتحاوروا مع كل جنسيات العالم الغير مسلم واسألوهم، هتلاقيهم خايفين قوي مننا وشايفيننا زي ما أنا بقول كده. احنا خايفين من نفسنا أصلا. ده حاجة تانية، ده احنا على الأقل احنا بنستحمل نفسنا. نعم. لكن الآخرين فمش هينفع إن الخطاب الديني ده يبقى ليه قيادة والقيادة دي تنظر ليه وتتحرك في عكس المجتمع. المركب مش هتمشي.
يعني هي الفكرة مش خصومة، مش ثأر بيني وبينهم، لا، هو ده المصلحة الوطنية، وبالمناسبة بقى والمصلحة الدينية. مش بس مصلحة وطنية، دي مصلحة دينية. وأنا يعني مش عايز أتكلم في النقطة يعني دي. أنت تريد أن تنقذ مصر من الإخوان وتنقذ الإسلام من الإخوان. صحيح، صحيح، صحيح. كيف؟ ننقذ، نعم. يعني زي ما بقول، لما تيجي تتكلمي عن الأمة المتقنة ممكن تستحضري دول بعينها زي ألمانيا مثلا. لما تيجي تتكلمي عن الأمم المنضبطة ممكن تتكلمي على دولة زي اليابان. إذن في سياق عام جمع الأمة دي، وهي استطاعت إن هي تبقى سمة من سماتهم. هل نحن الأمة الصادقة ولا لا؟ هل نحن الأمة الأمينة ولا لا؟ هل نحن الأمة العادلة ولا لا؟ هتلاقي الإجابات مش مريحاكي، الإجابات مش مريحاكي. وإحنا لازم نتوقف ونشوف من نحن وأين نحن، مش زي ما احنا ماشيين كده. من خرب هذه العناوين أو هذه الصفات؟ لأنه هو ليس جديد يعني طبعا. صحيح، مش جديد، ولكن هو تعاظم خلال السنوات 20 أو 30 سنة الماضية، بدءا من الحرب في أفغانستان وحتى الآن. دي المشكلة. وأنا معني بالأمر، لو أنا مسؤول عن الدولة ديت، إني أقدم الخطاب الديني الذي يليق بالمسلمين. لكن سيادة المشير، كيف تريد بالمسلمين في مصر عشان ما حدش يزعل. طيب، كيف تريد أن تقصي جماعة عمرها 80 سنة؟ حضرتك للتو ذكرت يعني لديها وجود موازي أو رديف، خلينا أقول للدولة. كيف ستقصيها؟ ألا يخيف هذا من أن يتجهوا نحو المزيد من العنف؟ ده هم قدموا العنف من غير حاجة خالص. هم قدموا نفسهم للمصريين خلال السنة وخلال الفترة الماضية دي بشكل خلى المصريين هم اللي مش قادرين أبدا يتصوروا أنهم ممكن يعيشوا معاهم تاني. الإشكالية مش عندي أنا بصراحة، الإشكالية عندهم هم محتاجين يراجعوا نفسهم، يراجعوا نفسهم. الإخفاق كان إخفاق في قيادة الدولة من منظور سياسي، هم حولوه إلى أن ده حرب. وأنا الكلام ده كنت بقوله لهم، أنتم ستحولون الخلاف السياسي إلى خلاف ديني، وتحولوها إلى حرب دينية بينكم، بين مؤيديكم وبين الناس، معارضيكم، بين الناس. وده مش مقبول بصراحة. يعني ده مسخ للخطاب ومسخ للحقائق. ما يرضيش ربنا ان احنا نمشي كده، ومش هينفع نمشي كده، وبالتالي مش هينفع ده يعود مرة تانية. ما فيش حاجة اسمها قيادة دينية تبقى موجودة، لأن المفروض ان رئيس الدولة مسؤول عن كل حاجة فيها، حتى دينها، حتى دينها. عشان كده لما كلمت في البداية خالص وانا بقدم نفسي للناس بقول لهم شوفوا انا مين واعرفوا انا مين، عشان انتوا هتختاروا. انا مسؤول عن القيم والمبادئ والاخلاق والدين. ولكن هذه مشكلة الإخوان سيادة المشير، يقولون إن الدين هو دين ودولة، الإسلام هو دين ودولة. يعني هل اليوم تطرح أنه المنصب أو يعني الكرسي الرئاسي هو مرجعية سياسية ودينية؟ لا لا لا, لا. خلينا ما نحملش الامر اكثر مما ينبغي. ولكن انت قلت مسؤول عن حماية الدين. مسألته على ان انا يبقى في خطاب ديني معتدل حقيقة. وده في مؤسسات تقوم بيه، في عندنا ازهر يقوم بيه، وفي عندنا كنيسة تقوم بيه. ما ينفعش ان في حد يتولى هذا الامر بنفسه ويقول انا اعرف اكتر، انا افهم اكتر، واللي بقوله يمشي. ما ينفعش. مؤسسات الدولة تعمل وتعمل، ويبقى في دعم انها تشتغل وتشتغل لصالح الدولة المصرية، مش لصالح حد بعينه ولا توجه بعينه. ده الكلام اللي انا اقصده، اللي اقصده كده. وصول الإخوان إلى السلطة هو الذي قضى عليهم برأيك، أو قضى على شعبيتهم وقبول الناس إليهم، أو تم اكتشافهم؟ بصي، الإخوان
كان عندهم اشكاليات، اسمحي لي اقول لك عليهم. يعني اول اشكاليه فيهم ان هم كانوا مستعدين وجاهزين قوي ومنظمين جدا لكي يصلوا الى الحكم، لكن ما كانوش جاهزين ولا مستعدين ينجحوا في الحكم. لا. الحاجه الثانيه، المصريين اختاروهم على عقد الدستور والقانون، وكان المفروض ان هم كمان يبقوا قدامهم فقط الدستور والقانون وليس وجهة نظر أخرى. هم كانوا بيتحركوا بين وجهة نظر أخرى وبين الدستور والقانون، فبقى في مسخ في الشكل اللي بيديروا في الدولة. دليل على كده ان هم جم 3 شهور المحكمة الدستورية، وهي أعلى سلطة قضائية ودستورية في مصر، حصار. انت تهدف الى هدم معنى ورمز. فالنقطة الثانية اللي هي بيقول فيها ان هم كانوا بيتحركوا بين الدستور والقانون وبين توجهاتهم ورؤيتهم هم، قراءتهم الدينية من منظورهم. ادي تاني اشكالية وقعوا فيها. النقطة الثالثة ان العمل اللي عملوه، حركتهم، وان هم يبقى في شكل من اشكال العزله عن المجتمع المصري، مش ان هم متوافقين بجد مع نسيجه، ده ما كانش موجود. ده كان احد الاسباب اخرى اللي هم عملوه. ده كان احد الاشكاليات اللي وجدت استمرار او نجاحهم. اخر حاجه ان المصريين لما اختاروهم، مش المصريين مش ناقصين دين. المصريين لا مسلمين ولا مسيحيين ناقصين دين، اللي عايز يصلي بيصلي، وكل الناس في مصر بتحب الدين بصراحه، والمنطقه العربيه كلها حتى. لكن هم اختاروهم، تصوروا ان لديهم حل للازمه، فكان هم المفروض يركزوا على حل الازمه، مش على ان هم يمسكوا مفصلات الدوله حتى يعني لا يتخلوا عنها بعد كده. خلاص احنا وصلنا وشكرا. لا، ما ينفعش. في تعدديه، في عقد احنا اتفقنا عليه ان لما نصل للحكم نسمح للآخرين طبقا للدستور والقانون ان هم يصلوا كمان للحكم، ويبقى في مناخ حريات ومناخ تداول السلطة في مصر. ده ما كانش هيحصل. فالنقطة الأخيرة خالص ان هم تقديراتهم للموقف كانوا مستعدين ان الموضوع حتى لو وصل الى ان مؤيديهم ومعارضيهم يصلوا ان هم الى الصدام، مفيش مشكلة. لو صار حرب أهلية يعني طب احنا كنا كجيش هنعمل في كده ايه؟ انا بتكلم على الجيش في الموقف ده يعمل ايه؟ يقف مع مين ضد مين؟ في الاخر كلهم مصريين. فدي الاشكاليات اللي قابلتهم، ومش مسموح مره تانية ان احنا التجربه دي كادت ان تعصف بمصر. ده رايي، وده اللي هيحصل. 30 يونيو يعني هو نقطة فاصلة شدت إليها العواطف، ولكن بعدها ظهرت أفكار وتساؤلات. هل قرار الجيش ب 30 يونيو، هل تحرك الشعب الذي انحاز إليه الجيش، هل كان بتنسيق مع الخارج؟ هل كان بإيعاز من الخارج؟ احنا ما ينفعش نعمل كده. القوات المسلحة ما ينفعش من أول قائد فيها لغاية بكل ما فيها، ما ينفعش نعمل كده. ما ينفعش إذا تعرض الوطن لخطر حقيقي إن احنا ننسق ونتشاور ونتعاون أو حتى نتآمر كمان. لا لا لا، عندما الأمر يستدعي المصلحة الوطنية، ده قرار مصري صافي، قرار مصري صافي، مع كل التقدير والاحترام لعلاقتنا بالآخرين، بكل الآخرين. لكن لا لا، ده مصلحة وطنية خالصة. الموقف كان يتطلب كده، يتعامل كده. البلد هتضيع، ولابد ان احنا نمنع ان الشعب المصري ده يتقاتل مع بعضه. أنت قلت أن الجيش حينزل مرة تانية بالمصري. صحيح. الكلام ده اتقال
بعد أثناء فترة ما قبل الرئاسة والبرلمان السابق، يعني أثناء الفترة الانتقالية الأولى بعد ثورة 25 يناير. أنا كان تقديري كده، وقلتها كتير جدا وكان الناس بيندهشوا أنا بقول كده إزاي. وكنت بقول لهم خلي بالكم، أنتم دون أن تقصدوا بتجرحوا وتؤلموا الجيش، جيشكم اللي بيقدركم واللي ملوش حاجة في الدنيا غير إنه يخلي باله منكم ويحبكم. أنتم هتحتاجوه تاني، هتحتاجوه تاني. طب ليه أنا قلت كده؟ لأن حجم التحديات ضخم جدا جدا، وحجم المطالب سقفها عالي قوي، والمتاح قليل قوي. إذا ما كانش الفاصل ده بين المطلوب وبين المتاح يتم توعية الناس بيه وإدراكهم للحقيقة دي، ممكن المصريين يطلعوا تالت، مش تاني، تالت. أنت يعني تبدأ المشوار أنا ما ببصش للبداية، أنا ما ببصش للبداية، أنا ببص للنهاية. وعشان كده استدعائهم ليا، استدعاء الشعب المصري للخطر اللي هم فيه وللأمان اللي هم بيحطوها على كتافي، بتحملني حمل كبير قوي، لأن صعب عليا قوي أنا كإنسان بعد ما كنت بالنسبة لهم قيمة تضيع نتيجة إنه يعني هم طالبين حاجة وأنا ما أقدرش أحققها. عشان كده أنا بقى صريح، بقول لوحدي مش هقدر، كلنا مع بعض ممكن. مشير سيسي، كونك قادم من مؤسسة الجيش وأنت تعرف هذا سؤال كثير، ولكن أنا لابد أن أرجع أستوضحه منك. هناك اليوم قناعة بأن المشير السيسي يعني القوات المسلحة، وحقيقة هذا السؤال يعني خطر ببالي، لأنك قلت أنه الجيش، أنا أحسب حساب أنه الجيش ينزل مرة ثالثة. اليوم مصريين يقولون الجيش نزل أول مرة اصطف مع الشعب ضد مبارك، نزل في المرة الثانية اصطف مع الشعب ضد مرسي، ولكن لا يمكن أن يصطف مع الشعب ضد ابن الجيش السيسي في حال أخطأ. أرد رد حاسم، هو أنا هستنى الناس عشان يبقى فيه مرة ثالثة؟ إذا خرج الناس هقول لهم أنتم عايزين إيه؟ أنا تحت أمركم بمنتهى الوضوح كده. مش هستنى لما هم الجيش ينزل يقول لي لا لا لا، أنا ما أقدرش على كده، ما أقدرش أكون كده. أخاف على بلدي وأخاف على الناس، والجيش على كل حال يعني. عشان بس النقطة دي مش ردها فقط أنا شايف الأمر إزاي، لا ردها كمان الجيش بيتصرف إزاي. الجيش بيتصرف لإرادة شعب، إرادة شعب، ليس ضد أحد، إرادة شعب. هو جاي من الشعب المصري وهيبقى دايما مع إرادة المصريين. ده نقطة في منتهى الأهمية لازم نكون مدركينها. الجيش المصري ده حكاية بيننا وبين المصريين، بين الجيش المصري والمصريين، حاجة خاصة جدا. كتير من الناس ما تعرفهاش وكتير من الدول ما شافتهاش. سيادة المشير، وقت هذه الحلقة انتهى طبعا. للحديث معك تتمة وبقية نتحدث أكثر عن العلاقات العربية، عن المحيط الإقليمي لمصر الكبيرة بالوزن وبالجغرافيا وحضاريا وكل شيء وبالفعل، ولكن في الحلقة القادمة. أشكرك للآن. شكرا جزيلا. نلتقي قريبا. جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا. ألتقي معكم مع المشير عبد الفتاح السيسي، نتحدث عن هذه الملفات التي ذكرتها للتو في نفس الموعد غدا على سكاي نيوز عربية بصراحة. كونوا على الموعد.
الناس هقول لهم انتم عايزين ايه؟ انا تحت امركم بمنتهى الوضوح كده. مش هستنى لما هم الجيش ينزل يقول لي لا لا. تريد أن تنقذ مصر من الإخوان وتنقذ الإسلام من الإخوان. صحيح صحيح. الفقير يعني صابر بقاله سنين، صابر بقاله سنين، وبعدين هيصبر لغايه امتى؟ مساء الخير مشاهدينا مشاهدي سكاي نيوز عربية. بصراحة اليوم يستكمل الحوار مع المشير عبد الفتاح السيسي المرشح للرئاسة المصرية. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى سيادة المشير في هذا الجزء الثاني من بصراحة. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. تسلم. الإرهاب مشكلة كبيرة اليوم في مصر. أنت تقول سأتصدى لها عندما أصل إلى كرسي الرئاسة كمرشح إذا وفقت. من هي الدول التي تقف وراء الإرهاب أو القوى التي تقف وراء الإرهاب؟ طب نقول الأول الإرهاب اللي عندنا شكله عامل إزاي؟ وإحنا كنا شايفينه إزاي؟ وإحنا هنا أقصد بيها في يوم من الأيام كنت أنا مدير للمخابرات المصرية في وقت كانت سيناء بتتحول بشكل أو بآخر إلى منطقة جاذبة أو منطقة حاضنة للعناصر الإرهابية والمتطرفة. لما نزلت القوات المسلحة في 28 يناير 2011 كانت عينينا على سيناء، كانت عينينا على المنطقة ب وج عشان الفراغ الأمني اللي ترتب عن مهاجمة مراكز وأقسام الشرطة ومديريات الأمن اللي موجودة هناك، والخط الحدود بيننا وبين إسرائيل 200 كيلو. كل الكلام ده كان لابد إن احنا نضبطه فورا. ففي قوات دخلت للمنطقة ب وج لتثبيت الموقف الأمني في سيناء. مهم أوي إن الناس تسمع وتعرف إن احنا صبرنا كتير وأتحنا الفرصة كتير لكل من له قدرة على إن هو يتصل بالناس اللي هناك بالعناصر المتطرفة والإرهابية ديت ويقول لهم مهم قوي إن أنتم ما تسلموا سلاحكم، ما تعملوش أعمال عنف في المكان ده ولا في غيره. وأنا مش بقول سر برضو، والكلام ده كمان الرئيس قال لي اديني فرصة، الرئيس السابق قال لي اديني فرصة واحنا هنشتغل عليه. محمد مرسي. والفرصة نعم. والفرصة كانت سنة اللي هي سنة بتاعتهم بالكامل، واللي لقيناه ان الامر بيزيد ولا يقل. واحنا كنا فيني أقطعك. نعم. يزيد بطبيعة الحال أم بمساهمة من الإخوان يعني تقول؟ يعني أنا عايز أقول في الآخر إحنا بنتكلم على واقع كان موجود هناك. أرجوك جاوبني، هل كان هناك صلة بين الإرهابيين في سيناء والإخوان المسلمين؟ المناخ نفسه جاذب. ناس بتتكلم على إن هي بتنصر الإسلام وليها تصور وفهم إن الناس دي على الحق، وخرجوا ناس كتير جدا من السجون في مصر. الناس دي هي اللي ليها هذا الفكر، فكرة القتل وفكرة ان المجتمع ده مجتمع لابد من تقويمه حتى لو وصلنا الى تقويمه بالقتل والعنف. يعني هل الإخوان أمنوا بيئة للإرهاب؟ أكيد أكيد. زي ما أنا شوفي، لو ما كانش نبقى في إدراك حقيقي إن الفكر ده هو أحد إشكالياتنا مش بس في مصر، في دول كتير، إحنا مش هنعرف نجابه كما ينبغي. هذا الفكر هو اللي بيأصل للعنف والقتل والتخريب والتدمير كده. وأنا فاهم الكلام ده مش دلوقتي ولا بحكم الإخوان دلوقتي، أنا بتكلم على سنين طويلة فاتت من 30 سنة ويزيد، وأنا الموضوع ده محل قراءة وبحث عندي. ليه إحنا كده؟ فأرجع تاني لسينا وأقول تحملنا وقتل منا من قتل وصبرنا كثيرا.
كان لابد هذا الامر يتصفى وينتهي تماما، واحنا كنا قادرين ان احنا نصفيه بمنتهى مش هقول البساطه، لكن يعني امر ليس يعني بالعسير خالص، وشغالين فيه وحققنا فيه نتائج كويسه جدا جدا هناك، ولسه هنكمل. بس كمان هو الموضوع مش امني فقط زي ما حضرتك في البدايه نعم. المواجهه مش امنيه فقط، المواجهه امنيه وفكريه واقتصاديه واجتماعيه واعلاميه. في خطط تنميه محدده لسيناء؟ طبعا مش سيناء بس، سيناء واخده يعني جزء من التنميه زي كل مناطق مصر المحرومه. يعني محور قناه السويس، جزيره سيناء بالكامل، الصعيد اللي اتحرم لفتره طويله، كل مناطق مصر اللي نقدر نعمل فيها تنميه هنتحرك ونعمل فيها تنميه بجد، لان ده احد الممانعات الحصانه ضد الارهاب والتطرف. تجفيف. طبعا في فراغ، الفراغ ده يتحط فيه اي حاجه. هل ستبقى القوات المصريه في سيناء بالتوزيع اللي هي فيه، الذي يعني لا يتفق مع اتفاقيه سيناء مع اسرائيل؟ خلي بالك ان هم تفهموا ان القوات اللي موجوده دي ما كانتش ابدا موجوده الا عشان تؤمن الموقف ولا تجعل ارض سيناء قاعده لشن هجمات ضد المصريين وضد جيرانها. هم ادركوا ده. يعني انا عايز اقول، او في نقطه مهمه جدا لازم نفهمها، السلام بقى مستقر، وحاله السلام ديت تجاوزتها القلق من وجود قوات مصريه في مناطق معينه. خلاص. هل تدعو لتعديل اتفاقيه كامب ديفيد من حيث عدد قوات المصريه مسموح بها في سيناء؟ اللي احنا عايزينه احنا بنعمله، والناس، انا بتكلم بجد، اللي احنا عايزينه بنعمله، والقوات موجوده. ولو الامر متطلب ان احنا نعدل، ما افتكرش ان هم هيرفضوا، لان هم تفهموا دلوقتي ان هم بيتعاملوا مع دوله وجيش عنده كتير من وانا قلت كده قبل كده، قوه عادله وقوه رشيده، قوه مدافعه، مش قوه حمقاء، مش ضد حد، ضد اي حاجه تاثر على امن مصر القومي بس. طب امن مصر القومي بس؟ لا، هو الامن القومي العربي. يحكي على العلاقات العربيه سياده المشير، لانه جدا مهمه اليوم، تحديدا عندما نتحدث عن العرب لا يمكن الا ان نتحدث عن مصر، ولكن فقط لاغلق هذا الملف. في موضوع سيناء هذا يقودني لموضوع حماس. مصر تدعم القضية الفلسطينية ولكنها على خلاف مع حماس، واليوم هناك مصالحة في فلسطين بين حركة فتح وحماس. كيف سيكون موقف مصر إذا ما كان السيسي رئيسا لها؟ موقف مصر من القضية الفلسطينية موقف واضح ومستمر، ومحدش يقدر يتكلم فيه على مدى ال60 70 سنة اللي فاتوا. نحن عايزين يبقى في حل للقضيه الفلسطينيه، وحل يرضي الفلسطينيين وكمان يخليهم يطمئنوا على مستقبل اولادهم في وطن مستقر بعاصمه عاصمه القدس. ولما بنقول عاصمه القدس بنقول عايزين نحل المشكله الفلسطينيه حل حاسم، مش عايزين ندي جيوب عشان الناس في المنطقه كلها بالكامل تعيش في امان وسلام. عاصمة القدس الشرقية. صحيح. النقطة المهمة قوي ان، وانا بقول الكلام ده وبقوله تاني في البرنامج هنا، في فرصة حقيقية للسلام دلوقتي ويجب انتهازها من كل الأطراف. نحن ندعم ده ونساهم فيه، ومصر كان لها دور رائد دائما داعم لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، واحنا هنشتغل على كده. هل ستتعاملوا مع الحكومة الفلسطينية إذا ما كانت حماس جزء منها؟ السلطة الفلسطينية، الرئيس أبو مازن هو الرئيس السلطة الفلسطينية اللي احنا ممكن نشتغل معاه
عشان تتحل القضيه لو كان في فرصه لحلها. مفيش حاجه. ولكن هناك يعني مواضيع لوجستية مثلا حماسية الموجودة في غزة، في يعني لا زلت لا أفهم بالضبط، أنتم لا تريدون تعامل مباشرة مع حماس، تتعاملون معها عبر السلطة الفلسطينية، عبر أبو مازن؟ لينا حدود مباشره مع القطاع 14 كيلو تقريبا كده، ولينا منفذين موجودين، والجانب الآخر أو مع الإسرائيليين في كمان 4 5 منافذ كمان، وهم دول اللي ممكن يقدموا أو يتقدم للقطاع كل ما يطلبوه من خلالهم، واللي يجي من عندنا طبقا للقواعد القانونية المنظمة لده كمنفذ للأفراد وللحالات العاجلة والإنسانية بيتحرك منفذ رفح. ولو في حاجة هتخش القطاع بتخش كرم أبو سالم، منفذ كرم أبو سالم، وده ما فيش فيه مشكلة نعمله. اللي أنا بقوله إن هم خلال الفترة اللي فاتت ما قدروش يعني يقدروا قد إيه إن هم بيشكلوا رأي عام سلبي ضدهم بشكل يعني أفقدهم تعاطف حقيقي كانوا هم بيتمتعوا بيه من جانب المصريين. والنصيحة دلوقتي إن هم وغيرهم يلحقوا قبل ما يكون حجم التعاطف اللي وصل لأدنى مستوى ليه عند المصريين تجاههم، إن هم يتوقف ويترمم. محتاجين إن يعملوا كده. على مستوى عملية سلام مشير السيسي، مصر كانت دائما لها دور محوري في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية. اليوم وصلت لخط يعني لحائط مسدود، نعرف نهاية الطريق أم لا. هل ستلعب مصر أي دور في إحياء عملية السلام؟ أي فرصة لإيجاد سلام في منطقة الشرق الأوسط وخاصة للقضية الفلسطينية إحنا لازم نتحرك عليه، حتى لو كان الأمل فيه ضئيل جدا، لأن ده لمصلحتنا كلنا. ماذا يمكن أن تقدم مصر السيسي لعملية السلام؟ زي ما كانت مصر قبل كده بتقدم بجهدها، باتصالاتها، بتنسيق المواقف، بتقريب وجهات النظر. هل لديك فكرة خاصة بك في عملية السلام لدور يمكن أن تلعبه مصر؟ أنا دايما أقول يعني النصيحة اللي ممكن تقدم، يعني بنقول في فرصة حقيقية لسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ودي هتفتح أبواب إن المنطقة تستقر وتهدى، وإن تبقى بداية انفتاح في العلاقات. وإحنا مش عايزين ننسى مبادرة السعودية اللي اتقدمت قبل كده والدول العربية كلها وافقت عليها. المبادرة العربية. المبادرة العربية دي عايز أقول دي في فرصة، ولازم الآخرين يدركوا إن في فرصة. الفرصة دي لينا كلنا. سيادة المشير، حضرتك لما بلشنا الحوار وأنت في برنامجك تقول أنا أعتمد لنهضة مصر لتنمية مصر على 3 دوائر: المصري، المال الوطني، والمساعدات من العرب ومن الخارج. هذا يضعني في الإطار الثالث اللي هو العلاقات العربية علاقات العربية المصرية تحديدا. تلقيتم دعم من دول بعينها: السعودية والإمارات والكويت. هل نحن أمام محور جديد يتشكل بين مصر، الإمارات والسعودية والكويت؟ مصر حريصة على علاقاتها العربية بالإجمال كده، لأن احنا جزء من هذا الكيان اللي موجود بقاله آلاف السنين يعني. والأمن القومي العربي يهمنا زي الأمن القومي المصري كده. ومش عايز أقول إن في حالة انكشاف للأمن القومي العربي، مش عايز أقول إن
قد نكون احنا في، مش عايز اقول اضعف حالاتنا، لكن في حاله مش احسن حالاتنا، ولازم ان احنا نيجي جنب بعضنا. مصر جنب اشقائها العرب يبقوا مع بعض، لان دايما وجودنا جنب بعضنا هو الضمانه الحقيقيه ان احنا نحفظ ونحمي بعضنا. وده امر في منتهى الاهميه، ان السعوديه ومصر والامارات الكويت يبقى دايما كده، والباقي يعني الاردن كمان، بحرين، سلطنه عمان، هنا في منطقه شمال افريقيا، اشقائنا في الجزائر. يعني ما هي مقومات هذا المحور الذي سألتك عنه؟ ده المقاومات موجوده، ده المقاومات موجوده، احنا بس نبقى دائما جنب بعضنا. المقاومات موجوده متوفره لدينا كلنا، مقاوماتنا موجوده، قدرتنا المجمعه تستطيع ان تفعل للامن القومي العربي. وانا مش عايز اتكلم بتفاصيل اكتر، بس عايز اقول تصوري لو عايزين نعمل تدريب مشترك بيننا وبين الاشقاء في السعوديه والامارات والكويت، حجم القوه دي يبقى عامل ازاي؟ انا بقول تدريب مشترك، ما قلتش حاجه تاني. حجم القوه دي مجمعه كده مع بعض هايل جدا، يحمينا ويحفظنا ويدينا الحصانه والممانعه اللي احنا عايزينها عشان نحمي بلادنا ونحمي شعوبنا. تفرقنا هو بيدي القوه للاخرين. ايران، تركيا، اسرائيل، من من غير ما الأخطر؟ اذكر اسماء. انا عم بذكر. نعم، ضعفنا هو اللي ضعفنا، تفرقنا مع بعضنا لا. والكل يعيش بالمناسبه، يعني مش بقول كده ان احنا قوتنا على يعني في مواجهه الاخرين، لكن قوتنا تحمينا وتخلينا قادرين نحمي مصالحنا ومصالح شعوبنا. يعني هم اقوياء بسبب ضعفنا؟ نعم فقط؟ نعم. الى فاصل مشاهدينا، نعود بصراحه. التهديد فين؟ بيننا وبين التهديد قد ايه؟ مسافه السكه دي هتلاقونا موجودين. محدش يتهدد واحنا موجودين، لا مش هيحصل. لن يستطيع احد التدخل في مصر تاني. أهلا بكم مشاهدينا. بصراحة مع المشير عبد الفتاح السيسي نستطلع منه كيف يرى دور مصر. تحدثنا عن الداخلي، تحدثنا عن الإقليمي، عن العربي. تحديدا سيادة المشير تقول نحن مع بعض أقوياء، قوة الآخرين بسبب ضعفنا وتفرقنا. صحيح. زي حضرتك ما ذكرت. ماذا يمكن لمصر أن تفعل إذا هددت أي دولة عربية؟ أنا دايما أقول تهديد أي دولة عربية، جيش مصر جيش عظيم وطني قوي صحيح، بس هو زي ما قلت قوة عاقلة وقوة رشيدة تحمي ولا تهدد. ولكن بالظبط كده مسافة السكة. أيوة، المسافة فين؟ المشكلة فين؟ التهديد فين؟ بيننا وبين التهديد قد ايه؟ مسافة السكة دي هتلاقونا موجودين. محدش يتهدد واحنا موجودين، لا مش هيحصل ابدا. عادت مصر لدور الريادي في العالم العربي. عادت مصر لأشقائها وعاد أشقائها ليها، احنا مع بعض. ولكن في نموذج جديد سيادة المشير، يعني في اليوم أنا سألتك عن المساعدات العربية، فيها نموذج جديد، يعني فيها ليس فقط مساعدات يعني أموال ترسل، في مشاريع على الأرض، في استراتيجيات تنموية ربما وضعت. ماذا تحاول اليوم أن تشكل من هذا النموذج، من هذه المساعدات؟ أين مصر؟ أنا بس عايز أقول إن في مهم جدا، هي الموضوع مش بس مساعدات، في مناخ استثماري جيد. أنت قلتي الاستثمار الوطني،
لا ده في الاستثمار العربي وكمان الاستثمار الاجنبي. ده مهم قوي ان احنا نعرف ده، ان مش بس مناخ الاستثمار للمصريين، لا كمان لاشقائنا العرب يجوا يجدوا فرصه استثمار حقيقيه ومناخ استثمار حقيقي. وكمان للاجانب، لان مصر محتاجه ان في المحور بتاع الاستثمار مش بس للمصريين، المصريين والعرب والاجانب يبقى في فرصه استثمار حقيقيه، لان البلد محتاجه كتير شغل وعمل وفيها فرص استثمار كتير. لكن المساعدات اللي بتكلم عليها هي فهم وادراك اشقائنا العرب بان حجم التحدي اللي موجود جوه مصر ضخم، وان لابد ان احنا نعود كلنا الى كتله عربيه قادره وقويه عشان تامن وتحمي محيطها العربي وامنها القومي. ده الادراك ده بقى واضح جدا بعد ال3 سنين او ال4 سنين دول. بقى في استعداد اكتر، تفاهم اكتر. يعني المشكله بقت واضحه، مشكله مصر بقت واضحه، وطبيعي ان هم يتصدوا عشان المشكله دي مع المحاور الاخرى تنتهي ويبقى ما فيش مشكله في مصر تاني. ولكن هناك توتر في بعض العلاقات، يعني مصر لديها توتر مع قطر، هل سيستمر؟ اسأليهم هم، اسأليهم هم. بس شوفهم. طب يعني أفهم منك أنك أنت لن تبادر بتسوية هذا الخلاف مع قطر. هو احنا اللي بدأناه؟ من؟ نحن لم نبدأ خلاف مع أي حد، أي حد. بس كمان مهم قوي إن الآخرين ما يعملوش خلافات معنا. نحن نحترم الآخرين ولا نتدخل في شؤون الآخرين. مهم كمان إن الآخرين يحترموا ولا يتدخلوا. مش عايز أقول مش هتقدروا تتدخلوا، لن يستطيع أحد التدخل في مصر تاني، مش هيحصل خلاص. فكل واحد يخليه في حاله أحسن. تركيا أنت هتجدي إنه مع الشعوب مفيش مشكلة، مع الشعوب مفيش مشكلة بصراحة يعني. لكن يا ترى الآخرين متفاهمين للواقع اللي حصل في مصر؟ الإنصاف يقول، الإنصاف التجرد يقول إن أنا أحترم إرادة شعب، وأدرك كمان إن لو ما كناش في تحرك لحماية هذا الشعب كان هيبقى في مشكلة كبيرة جدا في مصر. ومين كان يحمي البلد دي؟ مين كان يحمي الناس من بعضها؟ مين؟ احنا كنا هنوصل المصريين لإحباط شديد يتجه المصريين، غالبية المصريين لإحباط شديد يتحركوا من خلاله إلى العنف والمؤيدين لعنف مضاد. طب وبعدين؟ العلاقة متوترة مع تركيا، بنعم أو لا لو سمحت، هل ستستمر؟ هل ستعمل على إصلاحها؟ أنا اللي أعمل على إصلاحها ولا هم؟ كمان يعني بصراحة يعني طب. يعني أتكلم بجد، مين اللي عمل ده؟ ما حدش هيقدر يعبث بالشأن المصري. هل كان الخلاف على قيادة العالم الإسلامي بين تركيا ومصر؟ أقول كلام صعب. تفضل. هو فين العالم الإسلامي ده؟ فين طب ده؟ نفوذ الإقليمي؟ مشاكلنا أكبر كتير من اللي احنا بنتكلم فيه ده. مشاكلنا أكتر كتير من كده. احنا مش عارفين نتفاهم ومش عارفين نختلف. حاجة صعبة أوي. بالمقارنة مع علاقتكم بتركيا، كيف ستكون علاقتكم مع إيران؟ أنا قلت إن العلاقة مع الشعوب ما فيش فيها حاجة، وأمن الخليج وشعب الخليج اللي هو يعني اتكلمنا عليه قبل كده، أهلنا في الكويت وفي الإمارات وفي السعودية في كل حتة أمنهم يهمنا. ما دام ما فيش مساس بهذا الأمن مش هيبقى فيه مشكلة. ما دام ما فيش تهديد لهذا الأمن
مش هيبقى في مشكله. ما دام ما فيش تسويه على حساب الامن القومي العربي مش هيبقى في مشكله. ما هو موقفكم بصراحة من سوريا؟ احنا متحسبين جدا من التطور السلبي للمشكله السوريه، لان تقديرنا ان لو فرط العقد لن تعود تاني، وعندنا تجارب احنا شايفينها كلنا قدام عينينا دلوقتي. هل ترى أن العقد لم يفرض بعد بسوريا؟ نعم. لم نفقد نعم، لكن لابد من ايجاد مخرج للحل، وحل سلمي، لان حجم العناصر الارهابيه اللي موجوده بقت بؤره جاذبه للتطرف والارهاب، فالموقف ده عايز يتصفى كمان. ف لكن لابد من ايجاد مخرج سلمي للازمه ديت، والمخرج ده ما يكونش ابدا على حساب وحده سوريا. مهم قوي نبقى واخدين بالنا من الحكايه ديت. هل ستدفع مصر نحو موقف عربي جديد من الأزمة السورية أو من الحل السوري؟ الامور ماشيه، واحنا محتاجين دايما نتفاهم مع بعضنا ويبقى في نقاش وحوار، ومش كل الامور لازم نتكلم يعني في الامور ديت. لازم الغرف المغلقه بتشتغل اكتر عشان توجد سبل وحلول ممكن تتنفذ. يعني نعم في محاولة، ولكن في الغرف المغلقة المفروض يبقى في. اصل انا مش انا يعني أنا في انا المفروض انا بقول المفروض نعمل كده. نعم. لكن انا حاليا يعني مواطن مصري يعني. صحيح. أسألك عن رؤيتك فيما بعد. صحيح. طب اليوم إسرائيل حليفة الولايات المتحدة والغرب، تركيا أيضا وإيران تدور في الفلك الروسي. أين سيكون موقع مصر برئاسة السيسي في خارطة التوازنات الدولية؟ السؤال ده دايما بيفكرنا بالماضي. الحرب الباردة يعني. نعم، وده مش موجود دلوقتي خالص. في بوادر، هناك ما يقول أنه هناك بوادر يعني من نوع آخر. يعني ده موضوع يبقى فيه نقاش، لكن عايز أقول إن الماضي اللي كان بيستدعى فيه العلاقات اللي ممكن تتصادم بشكل أو بآخر مع بعضها، في علاقات جديدة وفي شكل جديد للتعاون والتنافس ممكن، لكن للخصام والصدام أو العداء أتصور إن إحنا العلاقات الدولية تجاوزت الموضوع ده أو تجاوزتها بشكل معقول. طب إحنا فين من ده؟ نحن لينا علاقات مع كل الدنيا، ولازم نبقى حريصين عليها ونطورها، مش على حساب حد، مش على حساب حد. ده أمر مهم أوي إن إحنا نكون عارفين. بالمناسبة إحنا لينا علاقات مع روسيا عسكرية من بدري يعني، عشان في ناس كتير مش، بس هو دلوقتي الموضوع اتاخد في إطار إيه الحكاية؟ منافسة على لا. لأمريكا. لا. ولكن سيادة المشير، ليس هناك علاقات بالمجان بدون ثمن، وكثير من الأحيان العلاقة يكون ثمنها سياسي، وإذا ما افترقت الخيارات السياسية تكون أنت في مشكلة وعليك الخيار أو الاختيار. يعني اليوم روسيا ترى في المنطقة غير ما ترى أمريكا في المنطقة. كيف يمكن لمصر أفهم بشكل عام فكرة التنوع الخيارات، العلاقات الاستثمارية والاقتصادية، ولكن بالنتيجة يمكن أن تصل لمكان إما أو. تنوع العلاقات مع مختلف دول العالم مش شرط أبدا يكون ليه ثمن بالمعنى ده. لأن وضوح موقف مصر ومكانها، وان بتدير علاقاتها بشيء واضح وباستقلاليه ومش في خصومه مع حد، ده بيدفع ان ما يكونش فيه اتمان باللي حضرتك بتتكلمي فيها دي. انما مش لازم ابدا يكون علاقتنا بالامريكان على حساب الروس، ومش لازم كمان علاقتنا بالروس تكون على حساب الامريكان. نعم، ولكن مثلا زيارة حضرتك إلى روسيا أتت في وقت في علاقة يعني قليلة متوترة مع أمريكا، كانت أكثر توترا طبعا، ولكن أتحدث عن الآن ضمن فهم عام بأن هناك علاقة استراتيجية بين أمريكا ومصر.
لان احنا كنا في موقف. وإذ يعني مشير السيسي يذهب إلى روسيا صحيح، بس هو لان الموقف في مصر مرتبك، والاحداث اللي احنا فيها احداث ساخنه يعني، فهي مخليه القراءه مضطربه كمان، قراءه الاخرين. بس هي مفيدة لمصر كانت هذه القراءة. اتمنى ذلك بصراحه. اتمنى ذلك. بمعنى هل شعرت أمريكا بأنها تحتاج بأسرع وقت ممكن لتجاوز الخلاف مع مصر؟ أصل الخلاف عند ال الإدارة الأمريكية خلاف الأول نابع عن سرعة التقدير بالموقف، يعني ما خدوش وقتهم في إن هم يتوقفوا عن الواقع ده والتطور اللي حصل في مصر في 30/6 و3/7 بشكل جيد. ثم أنا كنت قلت النقطة دي قبل كده، اللي هي فكرة القانون، إن في قانون عندهم بيحكم علاقتهم ومساعدتهم للآخرين، بأن هو إذا تم إزاحة نظام ديمقراطي منتخب يبقى في مشكلة. لكن هم مش قادرين يدركوه ساعتها إن ما كانش عندنا آليات في مصر. إذا الشعب المصري أراد إن هو يحل المسألة مع الرئيس المنتخب ده، ما فيش آليات، ما عندوش غير إنه يفضل يقف في الشوارع كده. هل هناك آليات جديدة اليوم في الدستور الجديد؟ نعم. اتحلت المسألة دي بحيث إن النهارده بقى في مخرج لواقع لأزمة زي اللي كانت موجودة في 30/6. ما كانش في مخرج غير الناس تقف في الشارع أو تتقاتل مع بعضها. ما هو المخرج في الدستور؟ لو سألتك بشكل اعتراضي بقى في مخرج دستوري قانوني موجود خلاص. ممكن في مخرج النهارده يقدر يحل المسألة دي دون إن احنا نصل إلى أي مشكلة أخرى. يعني المحكمة الدستورية تستطيع أن تعزل الرئيس؟ مش المحكمة الدستورية، في برلمان وفي كده يعني. نعم. طب اسمح لي وقف مع فاصل لو سمحت، نعود إلى آخر فاصل في هذه الحلقة الثانية مع المشير السيسي. ابقوا معنا لو سمحتم، نتعرف أكثر على عبد الفتاح السيسي المصري كما يعرف نفسه بعد فاصل. ليبيا والسودان بالنسبة لنا هما العمق الاستراتيجي لمصر. تذكروا البيان الشهير اللي طلع كان حاسم وحازم وقاطع، وكان نقطة فاصلة بين حالة وحالة. أهلا بكم من جديد، نتابع معكم في هذا الفاصل الأخير. سيادة المشير، اليوم حديث كبير عن لحظات تاريخية، عن شرق أوسط جديد، عن فوضى خلاقة، عن إعادة رسم لكل الدول التي نعرفها. هناك من يقول بأنه هي ستكون صراعات مذهبية، صراعات قومية، ولكن هناك من يقول لا، سوف تكون صراعات على المياه، صراع على النفط والغاز، على مصادر الطاقة. أنت برأيك كيف ترى من أين سيأتي مصدر الصراع في هذه المنطقة؟ أتصور الصراع إن احنا ما نوجدش قواعد للتفاهم والحوار والمصالح المشتركة بيننا وبين الآخرين، أي آخر. يعني خلينا نتكلم على المية يعني. وفي كلام كتير على سد النهضة. مهم قوي واحنا بنتناول المسألة دي ندرك إن العلاقات مع اثيوبيا لازم تأتي في سياق علاقات طيبة جدا، وطيبة جدا مع دول حوض النيل ومع افريقيا. واحنا مع يعني الامر ما كانش ماشي بالشكل ده في السنين اللي فاتت. مهم جدا ان الثقة اللي بيننا وبين الاخرين، بين مصر وبين اشقائها واصدقائها، اشقائها العرب واشقائها الافارقة، يفهموا ان لا يمكن ابدا نكون احنا بندور على مصالحنا فقط وبنتناسى مصالحهم. اثيوبيا فيها عدد كبير من السكان زي عددنا كده، عدد كبير، وهم عايزين يحققوا تنمية وتطور لبلادهم. احنا متفاهمين ده ومش ضده ابدا، بالعكس احنا مستعدين نتعاون مع ده. لكن كمان انا متصور او متاكد ان هم كمان لازم
زي ما احنا تفهمنا حاجتهم للتنمية والرخاء لشعبهم، هم كمان هيتفهموا، ومهم قوي يتفهموا ان المية لمصر مش مية، مش ما عندناش رفاهية انها حد يقترب منها، دي حياة او موت، لان مفيش خيار اخر. لازم يكونوا زي ما احنا حريصين عليهم وعلى رخاء بلادهم، هم كمان يبقوا حريصين علينا وعلى حياة بلادنا، حياة الشعب المصري. أنا يعني لازم يبقى في حل، لازم يبقى في حل. طب لوحظ بعض الغموض بالموقف المصري تجاه سد النهضة، ما سببه؟ القصور، الإهمال، عدم المعرفة، عدم الفهم، خبايين؟ هل هناك شيء تحت الطاولة؟ هل يعني لا البعض لا يراه بأنه بالفعل تهديد حقيقي لمصر؟ هو التهديد نابع من مستوى ملء الخزان وعدد أو المدى الزمني المطلوب لملء هذا الخزان، ثم الآثار الجانبية المحتملة ليه. يعني محتاج مزيد من الدراسة الفنية للاطمئنان على أن المشروع الكبير ده هينجح، وآثاره هنبقى محتملة ما تضرش ضرر بالغ بدول الحوض، يعني أو على الأقل مصر والسودان. يعني المدى الزمني لملء الخزان كل ما يكبر كل ما يكون تأثيره على مصر تأثير بسيط وهامشي، والعكس صحيح. ده لازم يترجم إلى تفاهم واتفاق. طالما ان احنا اتفقنا على ان احنا مصالحنا المشتركة هنخلي بالنا منها، يبقى كمان نحول التفاهم ده إلى اتفاق يبقى ملزم لينا احنا الاثنين. نعم. الحدود مشكلة اليوم. مصر يعني عندها عدة حدود منفلتة، خليني أقول. مع ليبيا شهدنا بعض التجاذب، أيضا مع الجزائر حديث عن جيش المصري الحر في الجزائر؟ لا، في ليبيا. نعم. ومخاوف من يعني من يشكل إرهاب على من يصدر إرهاب لمن. كيف ستعالج هذا الموضوع؟ طب أنا هرجع برضو مرة تانية، ورغم أن حضرتك يعني تكلمت عن الجزائر إيه؟ وأكد على معاني وكلام واضح ومباشر. أنا لم أتحدث أبدا بأي شكل سلبي عن علاقة بأي دولة من الدول، خاصة الجزائر. وده لازم ننتبه له كلنا في المرحلة دي والقادمة، إن هيبقى في محاولات للإساءة والفتن بيننا وبين كل الدول. ده بس خليني عشان نحن نحترم الجزائر، نحترم شعب الجزائر، نحترم دولة الجزائر حكومة وشعب. يعني اليوم عبد الفتاح السيسي يقول ما نقل عني طبعا بأني هددت بضرب الجزائر خلال ساعات هو غير صحيح أبدا. مين قال كده؟ فين الكلام ده؟ مين اللي قاله؟ فين النص ده؟ دي نقطة مهمة جدا. طب يعني الموضوع ده ليه؟ يعني خلينا نقول مش هسيب الموضوع كده. طب ليه؟ طب ليه هقول كده؟ يعني مفيش حاجة خالص، السياق مش يعني ما في أي سياق منطقي أبدا أبدا. لا يكون ردة فعل على فعل ما. على إيه؟ ليبيا مفيش حاجة. ليبيا احنا نتفهم المشكلة اللي موجودة جواها، وعارفين ان قدرتها على تأمين حدودها معانا مرتبطة بالموقف الأمني اللي جوه ليبيا، وعشان كده احنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نأمن حدودنا الممتدة من البحر لغاية حدودنا في الآخر خالص أكتر من 1200 كيلو. عبء كتير علينا، لكن احنا قايمين بيه من بدري، من قبل حتى 30/6 ب4-5 شهور. لكن أنا متصور إن لازم يبقى في جهد عربي مشترك عشان نبقى مطمنين على إن الإرهاب والعنف ما يبقاش ليه مكان على أراضينا مش بس في مصر، أراضينا. لازم الاستقرار يعود مرة أخرى إلى المنطقة وإلى دولها. لو معك 3 كلمات سحرية كي نعيد هذا الاستقرار لكل أراضينا وكل دولنا العربية،
أول كلمة ماذا تكون؟ نبقى كده كده. تاني. التحرك المشترك. يعني اولا احنا لازم نبقى مع بعض متفاهمين ده، ثم نتحرك مع بعض ويبقى مفيش تقاطع. التالتة بقى، مفيش تقاطع في سياستنا، لان المصالح بتاعتنا كلنا مصالح واحدة، مصالح مشتركة لينا كلنا. مفيش مصلحة في السعودية تتقاطع مع مصر، هل ما زلت تعتقد بأن ولا مع المغرب، مع أي دولة تانية. نعم، مفيش بأن ده. الجامعة العربية ما زالت هيكلية مناسبة لمثل هذه ده لازم التحركات دي لازم المشتركة؟ ترجع أقوى من الأول كمان. يعني أنا كنت عايز أقول في النقطة كيف إن الجامعة. آليات اللي موجودة دلوقتي آليات مناسبة، مطلوب إن إحنا ندعمها ونقدرها ونساعدها. الجامعة العربية. هل هناك إرادة عربية جامعة لذلك؟ الأمر محتاج شغل كتير، شغل كتير. الخلافات مع السودان سيادة المشير، مع النظام السوداني. أنا متصور مفيش أي خلاف ملوش حل، وأنا مش شايف يعني حاجة، بس عشان العلاقة مع السودان علاقة يعني بالمناسبة ليبيا والسودان بالنسبة لنا هما العمق الاستراتيجي لمصر. احنا حريصين على العلاقات مع السودان ومع ليبيا. ما فيش أي سبب يدعونا إن احنا ما نتفاهمش وعلاقاتنا ما تبقاش دايما في اتجاه إيجابي أفضل. الحوار والتواصل بيشكل مناخ وأرضية للتفاهم والعمل الإيجابي. هل يعني المشكلة مع السودان حول حلايب والشناتين لها حل؟ مشكلة مفتعلة؟ لا، حلايب مصرية واحنا عايشين في حل، مفيش مشكلة ولا حاجة. حلايب مصرية موجودة، مفيش مشكلة. أنا مش شايف إن في مشكلة، إلا لو حد عايز يعمل مشكلة. تقصد السودان؟ لا يعني، لكن احنا مش عايزين نعمل مشاكل. ما هو إما أنتم أم هم. احنا ما بنعملش مشاكل مع حد، ونتمنى من الآخرين ما يعملوش مشاكل معنا. من أصدقاء مصر السيسي؟ ولما أقول مصر السيسي معنى إذا نجح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة وتسلم إدارة البلد، من سيكون أصدقائه؟ من اللي أنا أقدر دورهم؟ كان في دور رائد الحقيقة لازم نسجله وما ننساهوش ونتكلم عنه. موقف السعودية بقيادة جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز، موقفه في مواجهة الضغوط اللي كانت بتمارس على مصر في شهر 7. افتكروا البيان الشهير اللي طلع، كان حاسم وحازم وقاطع، وكان نقطة فاصلة بين حالة وحالة. ضغط من قبل من؟ افتكروا كويس قوي لما البيان لما قال فيه ان اي تهديد او ضغط على مصر ان السعودية ستقف بكل قوة بجانبها. الموقف ده شبيه بالموقف اللي حصل في سنة 73. موقف تاريخي يعني يسجله التاريخ، مش يغير المعادلة. غير المعادلة، كان مساهم بشكل كبير جدا جدا في ان المعادلة تستقر بشكل بدون تكلفة كبيرة، بدون تكلفة كبيرة. في الإمارات كمان ما أقدرش أقول غير ان ولاد الشيخ زايد كده، الشيخ خليفة وأشقائه، الشيخ محمد، في كلام كتير كان الناس ما تعرفوش. يعني الإمارات، شوف لما أقول ربنا يحفظ بلادكم، يبقى ده أول دعوة، أول إحساس تجاه الأشقاء في الإمارات. ده لا عليه، على موقف يعني كمان
موقف عظيم قوي ورجولي جدا ووطني جدا وعروبي جدا. فالأشقاء ربنا ما يحرمناش من الأشقاء. كمان في الكويت كده، كمان في الكويت كده، أشقائنا في الكويت. والموضوع مش عايزين واحنا بنتكلم على ان أشقائنا في الأردن، أشقائنا في البحرين، أشقائنا في عمان، يعني أشقائنا العرب كلهم ليهم موقف بشكل أو بآخر، لكن يبرز منه ونقدر ده من جانب المصريين، لن ينسوا ذلك. ولو جه حد ركب مع أي حد عربية تاكسي كده ويسأله ويكلمه، هيجد اللي أنا بقوله ده بيقول المواطن اللي في الشارع، اللي هو ملوش دعوة لا بالسياسة ولا بأي حاجة، واصل للناس، واصل للناس. المواطن العادي خالص اللي هو بيجري على حياته وعلى معايشه. هذا التقدير وهذا الحب اللي أنا بتكلم فيه ده من المصريين. عشان كده قلت مش أصدقاء عبد الفتاح، لا، أصدقاء مصر. هم وقفوا ده مع مصر ومع المصريين، مش مع المشير السيسي. هذا الأمر لن ينسى يعني. مشير عبد الفتاح، بدي أريد أن أسألك انطباعك، ولكن بجملة جدا مختصرة. للأسف يعني الوقت انتهى، ولكن الآن أفهم لماذا معظم لقاءاتك عدة أجزاء، لأنه هناك الكثير ليتم الحديث عنه، لأنك عبد الفتاح السيسي ولأنها مصر أولا وأخيرا. ماذا تعني لك حرب 67؟ ضياع الحلم المصري، حلم مصر كان بدايته ضرب 67 والعربي. نعم، والحلم العربي كذلك. يعني خليني أتكلم على مصر بس. 73 استرداد جزء مما ضاع، جزء مما ضاع. ثورة 25 يناير، انطلاقة لتغيير حقيقي إن شاء الله قادم هتشهده مصر. 30 يونيو استكمال لخريطة التغيير. شباب الثورة، لازم يتأكدوا إن هم ليهم تقدير كبير قوي، مش عندنا بس أنا مش عارف أوصله لهم يعني بصراحة. إزاي تكونوا مش مصدقين إن دوركم واللي عملتوه عشان خاطر بلدكم ما يتنسيش، وما ينكروش إلا جاحد، ما ينكروش إلا جاحد. بس الظروف اللي احنا فيها ظروف صعبة علينا كلنا، وقدروا ده. وانتم عملتوا تغيير، وقفوا جنب مصر دلوقتي ومستقبلا، لأن هي مستقبلكم انتوا ومستقبل أبنائكم اللي جايين. وبقول دايما اللي بيحكم أي إنسان قناعاته وثوابته. يا ترى القناعات والثوابت اللي ليا تجاهكم هي الاحترام والتقدير والرغبة في ان انتوا تساهموا وتجهزوا بجد عشان تبقوا قيادات المستقبل. هل سيكون ضمن تشكيلاتك السياسية فيما بعد؟ ده مش لا، بصي انا هفكرهم بس في اللي انا قلته ده. احنا قبل يبقى في انتخابات برلمانية قلنا لهم تعالوا اعملوا احزاب وهنساعدكم، وانا مسؤول عن الكلام اللي انا كنت بقوله، انا اللي كنت بقوله. وده كان توجه من الجيش. ليه؟ عشان هم يقوموا بدورهم في احداث توازن سياسي داخل الخريطة المصرية. عبد الفتاح السيسي هل يضع عينه على شاب من شباب الثورة ليكون وزيرا في حكومته، خلينا نقول في حال نجاحك في الرئاسة؟ انا الموضوع اكتر من كده، انا ببحث في ان هم يبقوا موجودين مع المحافظين
مع الوزراء. لو كان قدر لي ان اكون في موقع الرئاسه معايا انا شخصيا يكونوا موجودين، انا عايزهم ومحتاجهم، محتاج حماسهم، محتاج نقائهم. نقائهم انا مصر هتستفيد بيه. جملة: القوات المسلحة المصرية، ماذا تقول لهم؟ درع مصر. طول ما الجيش موجود والجيش بخير مصر بخير. كرسي الرئاسة في مصر بقى كرسي نار. كرسي النار. نار مش كرسي رئاسة. أنا بتشكرك، بتركك لكن على أمل اللقاء، بس يعني إن شاء الله تكون النار دافية وليست حارقة. بالتوفيق لمن يجلس على كرسي الرئاسة، لأن مصر في قلب كل العرب بدون أي شك. شكرا لك عبد الفتاح شكرا السيسي. جزيلا. شكرا. شكرا لكم مشاهدينا. بصراحة ينتهي في هذا الجزء الثاني من اللقاء مع مرشح الرئاسة المصرية المشير عبد الفتاح السيسي. الأسبوع القادم ألقاكم من كل فريق العمل ومني من القاهرة. شكرا للمتابعة.